السلام عليكم. وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي انتقادات لمحامين بسبب ما وصفه بتضليلهم الرأي العام حول تعليقاته المتعلقة بشرعية عقود الزواج داخل الفنادق. وخلال حديثه في فعالية دراسية قدمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أوضح وهبي أنه عندما تحدث عن هذه العقود في الفنادق ظهرت تصريحات صحفية من بعض المحامين تشير أن القانون يتطلب البطاقة الوطنية، مؤكدا أنه لم يتطرق للبطاقة الوطنية بل تحدث عن عقود الزواج فقط. وتابع وهبي معربا عن استيائه عندما يصدر المحامون تصريحات خاطئة تؤثر على الرأي العام والمحامين الجدد، فإن هذا الأمر غير مقبول. وفي هذه الحالة يجب على النقيب استدعاء المحامي المعني ومواجهته بخيارين: إما تصحيح سلوكه أو إعادة تعليمه أو الصمت.